بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثالثة عشرة، العالم الإسلامي، من كتاب العربية بين يدي. العالم الإسلامي يعني كل الدول التي دينها الإسلام، سواء تكلمت اللغة العربية أم أي لغة أخرى. عندنا مصر وليبيا والجزائر والسعودية والعراق والسودان، كل هذه دول عربية تتكلم اللغة العربية ودول مسلمة. ومعنا أيضا أفغانستان وباكستان وكازاخستان وأثيوبيا ونيجيريا ومالي، كل هذه دول مسلمة فيها مسلمين. الدول اللي باللون الأخضر كلها هذه دول مسلمة، أما الدول اللي باللون الأصفر فهذه دول غير مسلمة أو كافرة. طبعا هذه خريطة العالم، خريطة العالم، هذه قارة أفريقيا، قارة آسيا، وهذه قارة أوروبا. يعني العالم الإسلامي في 3 قارات تقريبا. قارة أفريقيا فيها أعداد كثيرة، وهذه آسيا، وهذه أوروبا في الأعلى. الدرس الأول: مسابقة إسلامية. هذه دول كثيرة في أفريقيا، كثيرة جدا، وهذه دول إسلامية في آسيا، إندونيسيا، الهندي، هذه قبة الصخرة في فلسطين في القدس، التي تدور عليها الحرب الآن بين اليهود والمسلمين ليحرروها من الاحتلال. هذا حوار بين فاطمة وليلى، مسابقة إسلامية، مسابقة لها جوائز. فاطمة: هذه مسابقة عن العالم الإسلامي. ليلى: هيا نحلها معا. فاطمة: سؤال لك وسؤال لي. ليلى: حسن، جيد. السؤال الأول: عن عدد المسلمين في العالم، كل العالم. الجواب: أكثر من مليار مسلم. فاطمة: السؤال الثاني: عن عدد الدول الإسلامية. الجواب: في العالم 54 دولة إسلامية. ليلى: السؤال الثالث: القارة التي فيها أكثر عدد من المسلمين. الجواب: قارة آسيا. فاطمة: القارة التي فيها أكبر عدد من الدول الإسلامية. الجواب: قارة إفريقيا. ليلى: أكثر الدول الإسلامية سكانا. الجواب: إندونيسيا. فاطمة: أكبر الدول الإسلامية في إفريقيا مساحة. الجواب: الجزائر. ليلى: أقل الدول الإسلامية سكانا وأصغرها مساحة. الجواب: جزر المالديف. فاطمة: السؤال الأخير: البلد الإسلامي الذي يحتله اليهود. الجواب: فلسطين. ليلى: أنقذه الله منهم. فاطمة: آمين. يا لها من مسابقة سهلة. نعيد مرة أخرى: مسابقة إسلامية. هذه معلومات عن العالم الإسلامي. هذه مسابقة عن العالم الإسلامي، هيا نحلها معا سويا، يعني فاطمة وليلى. سؤال لك وسؤال لي، يعني كل طالبة تجيب عن سؤال. ليلى: حسن، السؤال الأول عن عدد المسلمين في العالم. كم عدد المسلمين في العالم؟ الجواب: أكثر من مليار مسلم. هذا كان في الماضي، هذا كان من 20 سنة. الآن عدد المسلمين أكثر من 2 مليار. عدد المسلمين أكثر من 2 مليار. يبقى عدد المسلمين في العالم أكثر من 2 مليار مسلم. نحن الآن في عام 1445 أو 2024. أكثر من 2 مليار مسلم، عدد المسلمين ربع العالم الآن. جيد.
السؤال الثاني عن عدد الدول الإسلامية. كم دولة إسلامية في العالم؟ في العالم 54 دولة. 54 دولة إسلامية. 54 دولة إسلامية. هذا عدد الدول، سواء تتكلم اللغة العربية أو غير اللغة العربية يعني. السؤال الثالث: القارة التي فيها أكثر عدد من المسلمين؟ الجواب: قارة آسيا، واسعة جدا. القارة التي فيها أكبر عدد من الدول الإسلامية؟ أكبر عدد من الدول الإسلامية. قارة أفريقيا، فيها دول كثيرة جدا. انظر، هذه قارة أفريقيا، عدد المسلمين فيها كثير جدا. لكن قارة آسيا فيها عدد مسلمين كثير، لكن هذا عدد دول مسلمين. طيب، أكثر الدول الإسلامية سكانا؟ الجواب: أندونيسيا، فيها أكثر من 200 مليون. أكبر الدول الإسلامية في إفريقيا مساحة هي الجزائر، دولة الجزائر. أين الجزائر يا شباب؟ هذه الجزائر أكبر الدول الإسلامية مساحة. جيد جيد. أقل الدول الإسلامية سكانا وأصغرها مساحة، يعني أصغر دولة في المساحة وأصغر دولة في عدد السكان جزر المالديف. طب أين جزر المالديف هذه يا شباب؟ هذه هي جزر المالديف. هذه جزر صغيرة. جزر المالديف عددها سكان قليل جدا والمساحة صغيرة جدا، لكنها دولة مسلمة. السؤال الأخير: البلد الإسلامي الذي يحتله اليهود؟ الجواب: فلسطين. أنقذه الله منهم. نحن الآن الحرب قائمة بين اليهود والمقاومين والمجاهدين في فلسطين. نحن الآن بعد شهر رمضان 1445 الموافق شهر 4 2024. أنقذه الله منهم ونصر الله المسلمين في فلسطين على اليهود. آمين. يا لها من مسابقة سهلة. هي فعلا مسابقة سهلة وجميلة. نبدأ الآن في التدريبات. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين يا شباب؟ جاهزون؟ بسم الله. جاهزون. السؤال الأول أو التدريب الأول: ضع علامة صواب أو خطأ ثم صحح الخطأ. 1. عدد المسلمين في العالم مليار مسلم؟ مليار أم أكثر؟ أكثر من مليار. طبعا الآن أكثر من 2 مليار. أكثر المسلمين في قارة آسيا، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. أصغر الدول الإسلامية المالديف، صحيح؟ نعم صحيح. في قارة إفريقيا أكثر عدد من الدول الإسلامية، صحيح. إندونيسيا أكبر الدول الإسلامية مساحة، هل هذا صحيح؟ لا. أكبر الدول الإسلامية مساحة الجزائر، لكن إندونيسيا أكبرها سكانا. جيد. طيب، رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. قل: ستحل فاطمة سؤالا وتحل ليلى سؤال آخر. كانت المسابقة سهلة جدا. هناك مسابقة عن العالم الإسلامي. كان السؤال الأول عن عدد المسلمين. اتفقت الصديقتان على حل المسابقة. أول شيء عندنا رقم أن هناك مسابقة عن العالم الإسلامي، هذا رقم 3. بعدها اتفقت الصديقتان. نعم. بعدها ستحل فاطمة سؤالا وتحل ليلى سؤالا آخر. كان السؤال الأول عن عدد المسلمين في العالم. آخر شيء عندنا: وكانت مسابقة سهلة جدا. المفردات: صل بين الكلمتين المتضادتين، عكس. الأول الأخير: أطول، أقصر، أقوى، أضعف، أكبر، أصغر، أغنى، أفقر، أكثر، أقل. باقي عندنا باقي عندنا أقرب، أبعد. جيد. طيب، التدريب الثاني يقول: رتب ما يلي بحسب التسلسل من الأكبر إلى الأصغر.
طب 1000 هذا 1000، واحد وأمامه 3 أصفار. 10 هذا 0 1. مليار هذا مليار، 9 أصفار. مليون هذا 6 أصفار. 100 صفران. جيد. طيب رتب ما يلي بحسب التسلسل: العالم، مدينة، قارة، حي، دولة. نحن نبدأ بالأكبر. أكبر شيء في هذا هو العالم، بعد العالم قارة، بعد القارة دولة، بعد الدولة المدينة، بعدها حي. يبقى من الأكبر إلى الأصغر. هنا كذلك نبدأ من الأكبر إلى الأصغر. أكبر شيء 1000 أم 10 أم المليار أم المليون أم 100؟ المليار. جيد. طيب ما الأكبر بعده؟ المليون. ما الأكبر بعده؟ 1000. ما الأكبر بعده؟ 100 ثم 10. جيد 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 جيد. الملاحظة النحوية: ظرف المكان. ظرف المكان هو اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل. يعني نسأل عنه بأين. تقع المدينة شمال مكة. أين تقع المدينة؟ شمال مكة. يصلي الإمام أمام المؤمنين. يصلي الإمام أمام. أين يصلي الإمام؟ الإجابة أمام. إذن ظرف المكان نسأل عنه بأين. ومنه من الكلمات التي تأتي ظرف مكان: أمام، وراء، خلف، الجهات الأربع يعني، يمين، يسار، بين، عند، فوق، تحت، شمال، جنوب، شرق، غرب. كل هذه كلمات تأتي ظرف مكان. وظرف المكان كما نقول اسم منصوب، يكون دائما منصوب: أمام، بين، فتحة، فوق، تحت، خلف، وراء، عند. عندما نقرأ هنا يقول: الفصل الثاني بين الأول والثالث. بين يعني وسط. القلم فوق الكتاب. القلم فوق الكتاب، هذا مكان. أين القلم؟ فوق الكتاب. طب عندما نأتي ونعرف نقول شمال وهم خلفه. خلفه أيضا مكان، نقول عليه ظرف مكان منصوب. ظرف مكان منصوب. يبقى شمال مكة، شمال ظرف مكان. خلفه ظرف مكان، خلفه. بين ظرف مكان. القلم فوق الكتاب ظرف مكان. الكتاب تحت الحقيبة، يبقى تحت ظرف مكان منصوب. السيارة وراء الشجرة ظرف مكان منصوب. الطبيب عند الباب ظرف مكان أيضا منصوب. فظرف المكان اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل. جيد. نأتي إلى التدريبات. يقول: أجب عن كل سؤال بجملة تشتمل على ظرف مكان مناسب كما في المثال. قلنا في البداية أن ظرف المكان نسأل عليه بأين. انظر كل هذه أسئلة بأين، يكون الإجابة عليها ظرف مكان. أين قلمك؟ قلمي فوق الدفتر، هذا ظرف مكان، فوق. أين تقع الجامعة؟ تريد الإجابة بمكان، ظرف مكان. تقع الجامعة شرق الرياض، شرق، هذا ظرف مكان منصوب. أين تقف الحافلة؟ تقف الحافلة أمام المدرسة. أين يقف المأموم؟ يقف خلف الإمام، خلف الإمام، ظرف مكان. أين يقف الإمام؟ الإمام أمام المصلين، المقدمة يعني. أين تجلس في الاستراحة؟ أجلس وسط الاستراحة، يمين الاستراحة، شمال الاستراحة. أي لفظ يدل على المعنى هو يكون ظرف مكان. أين الطائرة؟ الطائرة فوق السحاب. أين الكعبة؟ وسط المسجد الحرام، وسط، ظرف مكان. أين الطبيب؟ الطبيب عند المريض. الطبيب عند المريض. نأتي إلى الدرس الثاني. نأتي إلى الدرس الثاني يا شباب. الدرس الثاني: ميزات العالم الإسلامي، يعني مميزات العالم الإسلامي. ما الصفات الجميلة أو ما المميزات التي أعطاها الله للعالم الإسلامي؟
في وسط الدنيا يعني. عند تهيئة يقول: فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية: متى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأين بعث؟ طب ولمن بعث؟ لمن أرسله الله؟ 4: هل أسلمت الشعوب الإسلامية رغبة أم رهبة؟ نعم. طبعا هذه صورة للمسلمين في العالم. اللون الأخضر هذا كله المسلمين، اللون الأصفر هذا غير المسلمين أو الكفار، وهذه صورة خاصة بالعالم الإسلامي فقط. انظر إلى هذه الصور، سنعرف الآن الموقع الجغرافي ونعرف المميزات. هذه يا شباب المضيق، هذه الممرات المائية، هذا البحر الأحمر، البحر المتوسط، هذا بحر العرب. جيد. لو نظرنا للعالم الإسلامي نجد وسط العالم، وسط وسط. هذه إفريقيا، هذه آسيا، هذه أوروبا. جيد. هنا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وهذا المحيط الهندي. موقع العالم الإسلامي وسط العالم، كالقلب بالنسبة للعالم كما سنعرف عندما نقرأ هذا الدرس. بدأت الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب. الدعوة الإسلامية، إسلام يعني بدأت في جزيرة العرب. جيد. يبقى بدأت الدعوة الإسلامية أين يا شباب؟ في جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي، القرن السابع، وانتشرت سريعا خارج الجزيرة العربية، وبعد قرن ضمت مساحة واسعة. قرن يعني 100 عام، القرن 100 عام، من الكرة الأرضية. شملت المنطقة من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا. ما معنى هذا الكلام؟ الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا. هذه الصين شرقا، هذه الصين، وصلنا إلى الصين، إلى المحيط الأطلسي غربا، يعني من أقصى العالم إلى أقصى العالم. هذا المحيط الأطلسي، وهذه الصين في هذه الناحية. جيد. جيد يا شباب، بارك الله فيكم، أحسنتم. ومن البحر الأسود وسيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. إلى المحيط الهندي جنوبا، هذه سيبيريا في الشمال، إلى المحيط الهندي جنوبا. يعني كان العالم الإسلامي واسع جدا، كان واسع جدا العالم الإسلامي. جيد. دخلت شعوب كثيرة في الإسلام طائعة، يعني برضاها، عن اقتناع، عن إيمان. لماذا؟ لماذا دخلت الشعوب طائعة بدون حرب؟ لأنه أزال الظلم عنها وحقق لها العدل. الحكام الذين كانوا يحكمون الكفار أو غير المسلمين كانوا يظلمونهم، يفرضون عليهم ضرائب كثيرة، ثم حقق لها العدل، الإنصاف. وقد جعل الإسلام من المسلمين أمة واحدة، هي الأمة الإسلامية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ووحد الإسلام بين المسلمين بالرغم من اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم وبيئاتهم. الأعراق اللي هي الأجناس يعني، والألوان الأبيض الأحمر الأسود، واللغات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الهندية إلى آخره، وبيئاتهم. هذا يعيش في أوروبا، هذا يعيش في أفريقيا، هذا يعيش في آسيا. لماذا؟ فربهم واحد سبحانه وتعالى، وكتابهم واحد وهو القرآن الكريم، ورسولهم واحد محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلتهم واحدة هي الكعبة في مكة المكرمة في بيت الله الحرام. للعالم الإسلامي ميزات، للعالم الإسلامي ميزات، هذا هو عنوان الدرس. ما هي مميزات العالم الإسلامي يا شباب؟ للعالم الإسلامي مزايا كثيرة جعلته من أهم المناطق في العالم. ما هي؟ فمن ناحية هو كالقلب لآسيا وإفريقيا وأوروبا. كالقلب يعني يقع في الوسط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويشرف على كثير من الممرات المائية، البحار والأنهار، كالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب والخليج العربي.
والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والمحيط الهادي. شوف تخيل كم ممر مائي الآن. البحر الأحمر 1، البحر الأبيض 2، بحر العرب 3، الخليج العربي 4، المحيط الأطلسي 5، والمحيط الهندي 6، والمحيط الهادي 7. كل هذه ممرات مائية تمر بالعالم الإسلامي. وفي العالم الإسلامي أيضا ثروات كثيرة، مثل الثروات الزراعية، النباتات التي يزرعها المزارعون، ومعدنية مثل النفط ومعادن أخرى، وحيوانية مثل الأبقار والأغنام التي نستخدمها في الطعام. نعيد مرة أخرى. إذا عرفنا إجابة هذه الأسئلة يا شباب. متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ في القرن السابع الميلادي. أين بعث؟ في جزيرة العرب، هي السعودية الآن. لمن بعث؟ لكل الناس، لكل المسلمين، كل العالم. هل أسلمت الشعوب الإسلامية رغبة أم رهبة؟ الشعوب الإسلامية أسلمت رغبة وليس رهبة، يعني حبا في الإسلام وليس خوفا منه. نعم. ميزات العالم الإسلامي. بدأت الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، وانتشرت سريعا خارج الجزيرة العربية، وبعد قرن ضمت مساحة واسعة من الكرة الأرضية، شملت المنطقة من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأسود شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. دخلت شعوب كثيرة في الإسلام طائعة، لأنه أزال الظلم عنها وحقق لها العدل. وقد جعل الإسلام من المسلمين أمة واحدة، هي الأمة الإسلامية. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ووحد الإسلام بين المسلمين بالرغم من اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم وبيئاتهم. لماذا؟ فربهم واحد، وكتابهم واحد، ورسولهم واحد، وقبلتهم واحدة. للعالم الإسلامي مزايا كثيرة جعلته من أهم المناطق في العالم. فمن ناحية هو كالقلب لآسيا وإفريقيا وأوروبا، ويشرف على كثير من الممرات المائية كالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب والخليج العربي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادئ. وفي العالم الإسلامي ثروات زراعية ومعدنية وحيوانية عديدة. نأتي الآن إلى التدريبات. هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا. جيد. التدريب الأول يقول: ضع علامة صواب أو علامة خطأ في المربع ثم صحح الخطأ. بدأ الإسلام في الجزيرة العربية في القرن الخامس الميلادي. هل هذا صحيح؟ خطأ. في القرن السابع. بعد نصف قرن انتشر الإسلام في مساحة كبيرة من الأرض. نصف قرن صحيح؟ خطأ. بعد قرن. ما معنى قرن؟ يعني 100 سنة. تختلف الشعوب الإسلامية في أعراقها ولغاتها وألوانها. هل هذا صحيح؟ نعم. العالم الإسلامي مثل القلب لقارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا. صحيح. يشرف العالم الإسلامي، يعني يطل، يمر به، على قليل من الممرات المائية. هل ممرات مائية قليلة في العالم الإسلامي أم كثير؟ كثير، على كثير. جيد. التدريب الثاني أجب باختصار عما يلي: ما المنطقة التي شملها الإسلام بعد قرن من الزمان؟ يبقى من الصين شرقا
إلى المحيط الأطلسي غربا. لماذا دخلت شعوب كثيرة في الإسلام؟ قلنا هناك سببين: لأنه أزال عنها الظلم وحقق لها العدل. ماذا جعل الإسلام من المسلمين؟ جعلهم أمة واحدة، أو جعل منهم أمة واحدة. ما المزايا التي جعلت العالم الإسلامي من أهم مناطق العالم؟ أنه كالقلب لقارات العالم، وفيه ثروات عديدة. طب ما الثروات الموجودة في العالم الإسلامي؟ فيه ثروات زراعية ومعدنية وحيوانية. المفردات. هات مرادف الكلمات التالية من النص. هذه وردت علينا في النص في الدرس يعني. شعب، مرادف لشعب أمة. جعل المسلمين أمة، فما معنى شعب هنا؟ أمة. شعب يعني أمة. طب كثيرة، عديدة، تشتمل، تضم. الأماكن، المناطق. سنة، عام. هات مضاد الكلمات التالية من النص. مضاد يعني العكس: شمال، جنوب، شرق، غرب. هذه كلها خدناها تأتي أسماء مكان، ظرف مكان. الظلم ضد العدل. اتفاق ضد اختلاف. خرج ضد دخل. التدريب الثاني يقول: صل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا واستعملهما في جملة من إنشائك. سنصل بينهما والجمل تكون واجب إن شاء الله. الكرة الأرضية، بحر العرب كما ورد في الدرس. الدعوة الإسلامية، الممرات المائية، الخليج العربي، الجزيرة العربية. الملاحظة النحوية: الفعل الصحيح والفعل المعتل. قلنا أن الفعل الصحيح كل حروفه صحيحة، والفعل المعتل يعني أحد حروف العلة، مثل الألف أو الواو أو الياء. هذا المعتل يكون فيه ألف أو واو أو ياء، على الأقل حرفا واحدا. فالفعل في اللغة العربية من حيث الصحة والاعتلال ينقسم إلى قسمين: صحيح هو الذي حروفه كلها صحيحة، مثل جلس، ضرب، فهم، ليس فيه ألف أو واو أو ياء. جيد. ومعتل وهو الذي بعض حروفه علة، هذا المعتل. في عندي 4 أنواع من الفعل المعتل، اللي هو فيه أحد حروف العلة. اللون الأحمر هذا الواو أو الألف أو الألف المقصورة. جيد. أوله، وهو أقسام. مثال، هذا المثال يسمى مثال، أوله حرف علة مثل وجد، وعد، وهكذا. أو أجوف مثل قال، وسط حرف علة، قال، مال، وهكذا. يبقى الأجوف وسط حرف علة. وناقص آخره حرف علة مثل قضى، سعى، يدنو، وهكذا. الناقص آخره حرف علة قلنا. بعد ذلك لفيف فيه حرف علة، فيه حرفين من حروف العلة، مثل وقى، الأول حرف علة واو والآخر ألف مقصورة حرف علة ألف. أو نوى، الواو وحرف العلة في الآخر. يبقى اللفيف يا إما الحرف الأول علة والأخير، أو الثاني والثالث. بإذن الفعل المعتل 4: مثال مثل وجد، أجوف مثل قال، ناقص مثل قضى، لفيف مثل وقى أو نوى. جيد؟ جيد. التدريب الأول: ضع خطا تحت الفعل المعتل وبين نوعه كما في المثال. المثال يقول: لقد تاب الله على النبي. تاب وسط حرف علة الألف، إذا نقول عليه أجوف. طيب، وقف المسلمون في عرفة. وقف الأول حرف علة. جيد، فنقول عليه مثال. طيب، قضى محمد العطلة هناك، قضى آخر حرف علة، فنقول عليه ناقص. طيب، قرأ في حرف علة؟ لا يوجد حرف علة، كل حروف صحيحة. آكل أيضا كل الحروف صحيحة. نال فيه مد ألف، ألف حرف علة.
يسمى أجوف لأنه في الوسط، أجوف. طيب كتب الموظف خطابا، كتب، هل في حروف علة؟ لا، صحيح، كل حروفه صحيحة. عوى الذئب في الغابة، عوى، في حرفين، الواو والألف. عوى لفيف. سال الماء في الوادي، سال في حرف علة في الوسط، أجوف. نعم. يبس الخبز، سنأتي إليه. سيق الكافرون إلى النار، سيق فيه ياء في الوسط، يبقى هذا أجوف. طب نهى، آخره حرف علة، نقول عليه ناقص. طب ويبس، يابس أول حرف الياء، فهو فعل مثال من أنواع الأفعال المعتلة. جيد. هنا يقول عين نوع الفعل المعتل الذي تحته خط كما في المثال. طاف الحاج حول الكعبة، يبقى طاف معتل، نوع أجوف. حاور، أيضا فيه مد ألف أو حرف علة، يبقى أجوف أيضا في الوسط. طب ولى الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة قيادة الجيش، ولى الحرف الأول والأخير، هذا نسميه لفيف. طيب أتى، آخره حرف علة، يبقى ناقص. وجدت، وجد، الواو أول حرف، هذا مثال. رب الرسول صلى الله عليه وسلم عليا في بيته، ربا، آخره حرف علة، ناقص. وفق الله الجميع، حرف الواو في الأول، مثال. أنتم. جميل. يقول أكمل الجمل بوضع الأفعال التالية في الفراغ. صلى، باع، دعا، وقف، نال، طار. محمد ربه، صلى محمد ربه أم باع أم دعا؟ الدعاء لله سبحانه وتعالى، فدعا محمد ربه. العالم جائزة كبرى، يبقى نال أو فاز. الطائرة بسرعة، صلى أم وقف أم طار؟ طار الطائر بسرعة. ابني في المسجد، صلى. المدير سيارته الجديدة، باع. الطالب أمام زملائه، وقف. جيد. استبدل بالفعل الصحيح الذي تحته خط فعلا معتلا، يعني حضر كل حروفه صحيحة، نريد فعل يؤدي نفس المعنى لكن في حرف علة. حضر المدير إلى المكتب، جاء. طيب رجع الطلاب في وقت متأخر، يعني هو يريد مرادف لكن في حرف علة. رجع، عاد. أخذ عبد الله جائزة، يبقى نال أو فاز. جلس الجميع في المسجد، يبقى صلى الجميع في المسجد. سأل المؤمن ربه، دعا المؤمن ربه. التدريب الخامس والأخير، اقرأ الآيات التالية وبين الفعل المعتل في كل منها ونوعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى، قضى الفعل المعتل قضى، ونوعه ناقص. وإبراهيم الذي وفى، وفى بحرفي علة، يبقى لفيف. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أين الفعل المعتل؟ وصى، وصى حرف علة أيضا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات، مات حرف علة في الوسط، أجوف. وكلا وعد الله الحسنى، وعد، وعد أول حرف، مثال. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، عندي قال وقال، أيضا فعلا أجوف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جيد. جيد يا شباب، بارك الله فيكم يا شباب.